صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أولا كده قبل ما أبدأ الفيديو بحب أرحب بكل ضيفة جديدة بتدخل قناتي وأقول لها شرفتيني ونورتيني، وأنا ببقى مبسوطة جدا لما بيجيلي مشترك واحد بس جديد بجد والله. وعايزه اقول لكم كمان لو اول مره تشوفي القناه من خلال الفيديو ده ما تنسيش تشجعني باشتراكك وتكتب لي كومنت حلو كده وتقول لي انت منين ولو عجبك اي حاجه في الفيديو قولي، ولو برضو تعليق مش عاجبك حاجه برضو قولي، احنا كلنا اخوات مع بعض. تعالوا بقى اما اقول لكم هنا، انا كنت بقول لكم ان انا نقلت المخدات بدل ما بتبقى في اول السرير هناك في مكانها الطبيعي، انا نقلتها العكس مكان ما بنحط رجلينا، فاهميني؟ عشان يبقى هي قصاد الشباك بالظبط. الفيديو ده كنا لسه في المصيف يا بنات، انا كمان كان عندي الفيديو ده كمان من المصيف، قلت بقى منتجه لكم بالمره كده وانزله لكم. تمام. المهم ان الاوضه هنا ما بتحتاجش مروحه خالص وجميله جدا، فبيبقى فيها هواء جامد لدرجه ان الواحد بيبرد بالليل. فانا بقى قمت الصبح نقلت المخدات كده، او نقلتها حتى من الليله اللي قبلها من بالليل وانا نايمه، بس وانا بستف الصبح حبيت اوريها لكم. تمام تمام. المهم بقى عايزه اقول لكم ان اليوم هنا بدا زي ما انتم شايفين كده الميكروفون لا هو مش بادئ بكده. احنا فطرنا الاول وشهيصنا بقى العيال، سيبنا بقى الميكروفون والاغاني وزي ما انتم شايفين كده، وبقوا يعملوا شقلباظات ويتنططوا وسيبناهم براحتهم والله العظيم. هو بقى بيبقى مصيف وبيبقى تغيير جو، فبيبقى كل واحد براحته وما بنحبش بقى نقفلهم، هم اللي بيعوزوه احنا بنجيبه لهم، احنا رايحين نغير جو. وطبعا بتعتبر بقى دي الخروجه بتاعت كل سنه، اللي هو انت طول السنه دراسه وامتحانات ومذاكره، ودي بقى بتبقى الخروجه بتبقى بتاعت المصيف والخروج، فاهمين انتوا طبعا اللي انا بقول. فطبعا شغلوا الاغاني زي ما انتوا شايفين كده وقعدوا بقى عاشوا حياتهم، واحنا بقينا قاعدين قصادهم، واللي تسقف لهم واللي تشجعهم وكده، عشنا يومين حلوين بصراحة. المهم بقى الوقت جرى بينا، والعيال عايزة تنزل المية والعيال عايزة تتغدى، واحنا قاعدين بقى كنا ناسيين، وطالما معكوش بقى رجالة فبتبقي قاعدة مش شاغلة بالك هتتغدي ايه ولا تعملي ايه، انت قاعدة عايزة تستمتعي بالوقت وخلاص. انما بقى لما بيبقى في جوزك او كده بتبقى في مسؤولية اكبر. المهم تاكلوا ايه؟ اللي قال بيتزا واللي قال كنتاكي. المهم قلنا لا بيتزا، لا البيتزا احنا بما احيانا نجيبها للعشاء، فنجيب ايه؟ حاجه تكون ما بنتعشاش بيها. هنا كده انا كنت بقول لكم ان المفروض البس ده عشان ننزل بقى هنتمشى عشان نروح ايه الميه بعد الغدا، بس طبعا انا ما لبستوش عشان اكون صريحه، يعني انا نزلت بالعبايه بتاعتي السمراء زي ما هي، انا كنت واخده معايا عبايه سمراء كده عشان لو احتاجنا حاجه ننزل نجيبها بسرعه ونطلع، يعني ما اقعدش البس لسه بقى بناطيل وحاجات من دي، تبقى العبايه سريعه يعني في اللبس، فاهميني طبعا. المهم بقى ما لبستهاش، احنا بقى الوقت خدنا زي ما انتوا عارفين بقى وقلت لكم، وقاعدين بقى العيال مشغله اغاني وعايشين اللحظه الحلوه بقى اللي هم عايشينها، وقالوا عايزين نتغدى. فعشان اكون صريحه معاك وما اكونش يعني بكذب، هم قالوا كنتاكي وهم قالوا بيتزا، في ناس قالت كده وفي ناس قالت كده. المهم قلنا بيتزا لا، وهنخليها للعشاء او في اي يوم تاني نتعشى بيها، مش شرط في نفس اليوم يعني، فاهميني طبعا. هنا كده الجرادل والرمله والعيال مكان ما كانوا بيلعبوا. المهم عايزه اقول لكم ان انا رحت كنتاكي، لقيت الاسعار مولعه نار عشان اجيب الوجبه المحترمه اللي هتكفينا كلنا، هتبقى غاليه قوي ومعديه بكتير يعني. طبعا اللي بيجيب اكل من هناك وكده هيبقى عارف انا اقصد ايه كويس. غاليه جدا، فطبعا احنا لو كان معانا جوازتنا، يعني كل واحده مننا معاها جوزها، هقول لكم الصراحه كنا جبنا تمام، فعشان احنا ستات بس مع بعض فخوفنا الميزانيه بتاعتنا تخرم، انما لما يبقى معاكي الراجل ما بتشغليش بالك. هنا كده يا بنات بعد ما جينا من الميه، العيال دخلت على الاكل جري اللي كان فاضل من الغدا، وجابوا كده واكلوا. شايفين المنظر؟ والله العظيم هم بيروحوا المصيف يستمتعوا واحنا بنروح ناخد علقه. شوفوا استنى هضلم لكم الاضاءه شويه عشان تشوفوا الارض. شايفين هم جايين من البحر بقى الرمله، والله اللي استحمى استحمى واللي ما استحماش قعد كل زي ما هو. العيال فظيعه طبعا، كلكم عارفين بقى ميه وبحر والعيال بتلعب في الرمل، فطبعا كل الاكل اللي هم اكلوه اتهضم، وخصوصا ان هم كانوا اكلين في السريع عشان يلحقوا ايه ينزلوا جري في جري كده، هم قاعدين يزنوا عايزين ناكل عايزين ننزل الميه.
وطبعا كل اللي عنده اطفال عارف ايه اللي بيبقى حاصل بالظبط. دخلوا جري جابوا الاكل وخلوا الارض زي ما انتم شايفينها كده، وبيبقى معانا اطفال صغيره خالص فما بتخليش حد ياكلها، بيبقوا عايزين ياكلوا زي الكبار، فاهميني اقصد ايه طبعا، وبيبداوا يوقعوا. المهم لميت الدنيا كلها ونضفت الشقه تاني وتالت ورابع. طول ما انت معاكي عيال وقاعده في المصيف بتفضلي تنضفي، اجن بصي بيبقى الشغل اكتر ما انت في بيتك الاساسي اصلا، طبعا انتوا فاهمين. المهم عايزه اكمل لكم بقى. رحنا بقى المطعم بتاع كنتاكي زي ما قلت لكم، فلقينا الوجبه الكبيره اللي احنا هنحتاج نجيبها، وكمان مش اللي احنا يعني وجبه كبيره عشان تاكل كل الافراد اللي معانا، لانها داخله في مبلغ وقدره. طب خلاص اعمل انا ايه عشان نرضي جميع الاطراف؟ قلنا خلاص نروح نجيب من ماي بروست. جبنا الوجبات اللي انتوا شفتوها دي، جبنا كريسبي وجبنه عاديه عشان برضو العيال ما تبقاش واكله حاجه فيها شطه، وجبنا الكايزر والكولسلو وكل حاجه اللي انا كنت موريها لكم في اول الفيديو. اي نعم هي غاليه بس مش زي كنتاكي طبعا، فاهميني؟ فحاولي برضو تبقي ممشيه ظروفك على قد الفلوس اللي معاكي عشان برضو ما تخلصش منك وبعد كده تحتاسي. هم شايفين بقى شكل الشقه، ادي الصاله اللي كان شكلها لا يسر عدو ولا حبيب، شايفين اتنضفت. المهم خلصنا بقى التنظيف والمعركه اللي كانت شغاله دي، ودخلنا هدوم البحر. شايفين الميه يا بنات بتاعتها؟ والله العظيم الهدوم دي مغسوله مرتين قبل ما تتحط في الغساله. وبعدين شوفوا دي ميه، دي هدوم اللي هما نزلوا فيها الميه بس، شوفوا عاملين ازاي، اتغسلت كذا مره قبل ما تتحط في الغساله عشان الرمل ما يبوظش الغساله، وعشان كمان الميه بتاعه البحر غامقه فما تنضف برضو في الغساله، فاهميني طبعا. وخلصنا وادي البلكونه كمان، وادي الهدوم اتنشرت. يعني بصوا لما بيبقى كذا ايد مع بعض بتساعدوا، عشان انا واخواتي اللي نظفت مكان العيال واللي غسلت الهدوم واللي نشرت كده، بنساعد بعض. فتيجي تبص تلاقي الفسحه جميله ومستمتعه بها عشان ايد على ايد بتساعد. اي نعم الشغل كتير، اي نعم في جهد جامد عن ما بتبقي في بيتك، بس انت بتغيري جو مع ناس حباها، وتبسطي ولادك عشان هم طول السنة ما خرجوش برضو، غيروا جو كتير. حتى لو خرجوا جنب بيتنا، راحوا نادي بيلعبوا مثلا لعبة، راحوا مع باباهم مشوار، راحوا عند جدتهم، ده ما يعتبرش خروج. الخروج ان انا اروح اغير جو بره المكان اللي انا فيه وبره المنطقة اللي انا فيها. فانتي ظبطي نفسك وروحي غيري لي الجو وغيري لولادك الجو. المهم هنا بعد ما خلصنا خالص ونزلنا بقى اتمشينا بالليل. عايزه اقول لكم اليوم ده كان مرهق جدا، لان انا اضطريت انزل مرتين ايه 3 مرات. ايوه 3 مرات. المره الاولى لما نزلنا جبنا الغدا، لان خلاص كان الوقت ازف بينا واحنا قاعدين ومش واخدين بالنا، وقعدنا نلعب مع العيال وكده، وقلنا لهم تاكلوا ايه. طبعا عمرهم ما كانوا ياكلوا عيش وجبنه، العيال نمارضه كده تلاقيهم بينقوا كده اللي هم عايزينه، فاهميني طبعا. وما جيت ما قدرتش ان انا اقوم اغير تاني وانزل بالترنج اللي بنزل بيه على البحر، لا نزلت بالعبايه زي ما انا. عايزه اقول لكم ان انا كمان اتغديت بيها، يعني انا ما غيرتش، قلعت بس الطرحه عشان اعرف اكل، وما جيت نازله لبستها تاني. فهمني؟ استمتعي بكل لحظة في حياتك، العمر بيتعاش مرة واحدة، طالما ما بتعمليش حاجة تغضب ربنا استمتعي بكل حاجة. معاكي فلوس ما معاكيش فلوس استمتعي. بقول لك على حاجة، لو الميزانية مخرمة معاكي شوية عشان الدنيا غالية وكل حاجة غلت حوالينا ومش قادرة انك تروحي تعملي فسحة او حاجة زي كده، ممكن تكون مثلا معاكي عيدية على جنب بتاعتك، عيدية بتاعت العيال برضو قولهم لامها عشان هنخرج، حاجات من دي هتيجي تبصي تلاقيها سهلت عليك الدنيا وخرجتي وغيرتي جو. بس عايزة اقولك وانت خارجة تغيري جو ما تحسبيلهاش وارمي كل حاجة ورا ظهرك، وما ترجعي البيت ابقي احسبي لها عشان تستمتعي بالجو وتستمتعي بكل حاجة. عايزه اقول لك كمان خلي الخروجه ورا العيد على طول، سواء عيد كبير او صغير، عشان تلحقي الفلوس قبل ما تتصرف والعيال تسيحها او انت تسيحها في البيت، تكوني محتاجه حاجه كده ولا كده وتقومي رايحه جايباها وتقولي مش مهم الخروجه. بتفرق في النفسيه وبتفرق في المود بتاعك وهتخليكي مغيره جو تمام قوي. هنا كده رحنا قعدنا، البلد كانت زحمه جدا،
فاحنا جبنا يعني في شارع تاني بقى مشينا فيه ما كانش زحمه بصراحه يعني، هو ده. وقعدنا ندور على الاماكن اللي فيها فاضيه شويه عشان العيال تركب عجل، ركبوا بيتش بادي، الحاجات الحلوه دي، وخليناهم يستمتعوا. عايزه اقول لك لو الفيديو عجبك ما تبخليش عليا بلايك واشتراك، ويا ريت لو تشيري الفيديو لاصحابك على اي حاجه على مواقع التواصل الاجتماعي. واقول لكم الى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله، دمتم بخير دايما.